أخبار المغرب، أهلا بكم وهذه أبرز العناوين. شاب مثلي يتعرض لاعتداء عنيف في مدينة طنجة وفيديو يهز مواقع التواصل الاجتماعي. وإلى التفاصيل. تعرض شاب يرتدي ملابس نسائية لاعتداء شنيع من طرف 4 أشخاص تم توثيقه بالصوت والصورة في شريط فيديو هز مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا الصدد ذكرت مصادر إعلامية أن عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة تمكنت أمس السبت 12 نوفمبر الجاري من توقيف 4 أشخاص من ضمنهم راشد و3 قاصرين تتراوح أعمارهم بين 13 سنة و24 سنة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتبادل الضرب والجرح بالشارع العام. وفي نفس السياق أضافت ذات المصادر أن مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت بجدية كبيرة مع مقطع فيديو تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر فيه تبادل المشتبه فيهم للضرب والجرح بالشارع العام، وذلك لأسباب وخلفيات تتواصل الأبحاث للعمل على تحديدها، حيث باشرت عمليات أمنية مكثفة مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم. وإلى ذلك تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الراشد رهن تدبير الحراسة النظرية وتحت المراقبة الشرطية بالنسبة للقاصرين، وذلك على خلفية البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ظروف ملابسات هذه الواقعة.